لما أحمد رجب اتجوز سكينة نزل بيها على اسكندرية. أحمد رجب كان عنده طموح، عايز يعمل بيت وأسرة ويستقر، وكان عنده أحلام. لكن للأسف أحمد رجب كان من ضمن العمال الكتير جدا اللي عملهم وقف، لأنه كان من عمال الشحن والتفريغ. وفي الوقت ده انتشرت نسبة البطالة جدا، وفي الوقت ده بسبب الحرب العالمية الأولى كانت خطوط الملاحة واقفة، وكان في حوالي 4000 عامل مش لاقيين شغل. بيقول الكاتب بقى إن انتشرت البطالة في المدينة كالوباء، وده كله خلال أسبوع واحد. إن كان 4000 عامل اتطردوا من المعامل السجاير وشؤون البنوك ومخازن التجار. وبعد فترة ارتفع عدد البطالة ل20,000 عامل، من ضمنهم عمال مخازن الأخشاب والفحم، وعمال شركات المكابس، وجميع عمال مينا البصل، وعمال شركاء البناء والعربجية. وبيقول إن العمال من الهم كانوا قاعدين على أبواب بيوتهم، من باب سدرة وكوم الشقافة والأباري وكفر عشري وكرموز. أحمد رجب وسكينة كانوا مأجرين أوضتين صغيرين، وجايبين في بيتهم حاجات بسيطة جدا. بيقول الكاتب زي حصيرة وطبلية وصندوق للملابس لغرفة الطعام والاستقبال، ومرتبة من القش والحاف من القطن لغرفة النوم. وفي الوقت ده سكينة برضه نزلت تشتغل، كانت بتبيع قصب في الجنينة الصغيرة في حي اللبان على مشارف كومبكير. وفي الوقت ده سكينة رجعت تاني تمارس البغاء، لكن ما قدرتش تسترد رخصتها في ممارسة البغاء. يعني ما كانتش بتمارس ده بشكل رسمي، لأن التعب والمرض اللي هي مرت بيه ده بيمنعها إنها يكون ليها رخصة لممارسة البغاء، فكانت بتعمل ده في السر. ولما يئس أحمد رجب من الحال ومن استقرار الحياة بينه وبين سكينة، التحق بالسلطة، والكلام ده كان سنة 1916. والتحق أحمد رجب بالسلطة وما سابش لسكينة ولا جنيه. الوقت ده اللي كانت راية محبوسة، فنزل حسب الله أخد بديعة ونزل على سكينة، وسكينة ما كانتش طايقاه، اللي هي يعني مش ناقصة هم. وحسب الله ببرود وقال لها أنا جاي علشان خاطر بديعة أنتي خالتها، وتاخدي بالك منها ومامتها في السجن. الوقت ده كان محمود الطفل الرضيع ابن راية كان لسه عايش، وكانت سكينة في الوقت ده بتصرف على نفسها وعلى حسب الله وعلى بديعة. ولما راية خرجت من السجن راحت لهم على اسكندرية، وبقوا قاعدين كلهم في مكان واحد. وده ما خففش العبء عن سكينة، ده زاد العبء كمان، لأن حسب الله برغم إنه كان بيشتغل لكن كان بيصرف الفلوس على مزاجه. ورايا كانت بتضطر تسكت لأنها كانت بتحبه وكانت متعلقة بيه جدا، فكانت صابرة عليه وعلى رخامته وعلى نطاعته. وده طبعا كان بيضايق سكينة جدا، لكن رايا كان عندها دايما عقدة النقص، لأن حسب الله أصغر منها ب 15 سنة. كانت دايما خايفة إنه يسيبها ويروح يتجوز بنت صغيرة قده. طيب رايا خلفت ولد من حسب الله اسمه محمود، وكانت بتحبه جدا. لما محمود ده مات وهو لسه طفل رضيع، وما كانش معاهم حتى فلوس يدفنوه، واللي تطوعت بدفنه في الوقت ده مريم الشامية. وبالمناسبة مريم الشامية كانت ست لطيفة جدا، أخلاقها كويسة وطيبة، وكانت دايما بتعطف عليهم، وكانت بتصعب عليها سكينة. في الوقت ده كمان أبو العيلة وأمه الحال داق بيهم جدا في كفر الزيات، وعلى رأي أبو العيلة كفر الأزيات. ونزلوا هما الاتنين على اسكندرية علشان يقعدوا مع ريا وسكينة، لأن الحال كان ضيق بيهم جدا. لو تلاحظوا إن أبو العيلة على طول ماسك في أمه، يعني منين ما تروح هو معاها، لما ترجع كفر الزيات يبقى معاها، ولما تنزل اسكندرية يبقى معاها. أعتقد إنه كان مرتبط بيها جدا غير ريا وسكينة. وبعد كده ريا حملت تاني، كان نفسها تجيب ولد لحسب الله، لكن ما كانش فيه نصيب. الجنين اللي في بطنها نزل ميت، وكمان اكتشفت إنه كان بنت مش ولد. هنا في الوقت ده كانت بتدور على بيت تاني، علشان كانت عايزة تبعد عنهم وتقعد لوحدها. وخصوصا إن أحمد رجب كان قرب ينزل من السلطة العسكرية البريطانية، فكانت شايفة إن مش معقول هيقعد مع كل دول، ريا وحسب الله وأمها وأبو العلا. وفعلا سكينة لقت مكان في دور أرضي في شارع مالطا بكرموز. في الوقت ده سكينة غسلت هدوم أحمد رجب وحطتهم في صندوق خشبي. وبيقول الكاتب إن من ضمن الحاجات دي معطف قديم كانت ادته لها مريم الشامية، لأن زي ما قلنا مريم الشامية كانت بتعطف عليها. وكانت مدكنة كمان سكينة لحمة وفراخ علشان كمان تستقبل أحمد رجب لما يجي. وصحيت يوم الصبح لا لقت الهدوم ولا لقت اللحمة والفراخ، وطلعت تجري سكينة على بيت ريا تقول لها إن الحاجة اتسرقت. انتي ما شفتيش حد دخل ناحيتي أو جه ناحية بيتي؟ فريا قالت لها لأ. لكن بعد أيام اكتشفوا إن الموضوع ده اللي عمله حسب الله وأبو العلا. واكتشف الموضوع ده لما حسب الله اتخانق خناقة كبيرة جدا مع أبو العلا، كانوا بيتخانقوا على فلوس. سكينة في الوقت ده حست بالقهر إن أخوها وجوز أختها يعملوا فيها كده. ولما رجع أحمد رجب رجع معاه فلوس كتير، رجع معاه 10 جنيه. وكالعادة حست سكينة بالحنين ناحية أهلها، فراحت اشترت لهم هدوم، جابت هدوم لريا ولأمها ولأبو العلا
وكمان لبديعة، وحتى حسب الله اللي سرقها جابت له هدوم. معقول أحمد رجب كان بيحب سكينة للدرجات دي؟ يعني فلوسه اللي شقيان بيها ورجع بيها وافق كده عادي إنها تصرفها على أهلها؟ لما أحمد رجب بقى رجع السلطة العسكرية تاني، فسكينة رجعت تاني بيت الخواص تعيش مع أمها وريا وحسب الله وأبو العيلة، لكن خلت البيت اللي كانت قاعدة فيه موجود وكانت بتدفع إيجاره، وعملته بيت لممارسة البغاء. كانت هي مأجرة الدور الأرضي. طب مين كان قاعد في الدور التاني؟ كان قاعد ست عجوزة مريضة اسمها نبيهة بنت عبد العال الجزائري. طيب البنات اللي كانوا بيشتغلوا في البغاء ما كانوش بيمارسوا البغاء بس، لأن أجرة البغاء مش كتيرة، فما كانتش تقدر تكفيهم كمعيشة، فكانوا بيشتغلوا حاجات تانية، يعني يبيعوا خضار، يخيطوا هدوم، أو يشتغلوا خدامين في البيوت. وبرغم إن سكينة هي أول واحدة كانت محترفة في مهنة ممارسة البغاء، إلا إن ريا لما دخلت المهنة دي عدت سكينة وبقت أقوى منها في ممارسة المهنة. والمقصود من كلامي مش إن ريا كانت بتمارس البغاء بنفسها، لأن ريا كانت بتحب حسب الله وبس، ما كانتش بتحب أي رجالة تانيين، لكن المقصود إن ريا كان عندها فن في إنها تجهز الغرفة اللي هتأجرها للناس اللي هتمارس البغاء، بمعنى تحضير الخمرة، تحضير الأكل، تحضير الجو المناسب علشان تستقطب الناس إن هم يجوا البيت. وبعد شهور قليلة جدا كانت ريا موهوبة ومحترفة في إنها تستقطب الستات اللي حالتهم مزرية واللي تعبوا من الفقر والهم والشغل، تاخدهم عندها علشان يمارسوا البغاء. فكانت بتعرف تركز ازاي على الست اللي هتبقى هدف ليها، يعني واحدة لسه جوزها ميت وحالتها تعبانة، واحدة جوزها طلقها واتبهدلت، واحدة جوزها مريض خلاص ما بقاش لاقي شغل ومش لاقية فلوس تصرف. فالحوجة والعوزة اللي كانت بتبقى فيها النوعية دي من الستات كانت هي هدف ريا. وكانت من ضمن الستات اللي اتعرفت عليهم ريا بنت حلوة في أواخر العشرينات اسمها عديلة الكحكية. عديلة دي كانت بتيجي بيت الخواص ليه؟ علشان تزور أختها نبيهة الست التعبانة اللي قاعدة في الدور التاني، ونبيهة الجزائري كانت الست الوحيدة الغريبة اللي قاعدة في بيت آلة همام. ريا من أول ما شافت عديلة وكان نفسها قوي تضمها للبيت. ليه؟ لأن عديلة حلوة وبيضة وأجمل من كل البنات والستات اللي في البيت بيمارسوا البغاء، لكن ريا كانت شايفة إن لسه مش ده الوقت المناسب.